سلقت الرنجة بالكيس البلاستيك في المية المغلية وعملت 4 وصفات صحية. أيوة زي ما بقولكوا كده. اوعي تحطي المية المغلية مباشرة على الرنجة لأنها هتزفر معاكي. اعملي بقى الطريقة دي وبجد ادعيلي عليها. يلا حبايبي نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وحط لايك للفيديو وتعالوا بينا بقى نشوف وصفات الرنجة القمر دي. معايا كيلو من الرنجة. أهم حاجة واحنا بنشتري الرنجة نجيب نوع كويس، كمان يكون انتاج جديد. انا الرنجه بتاعتي دي يا بنات جايباها من صفحه بتاعت بنت قمر كده، كويسه جدا جدا. جربت المنتجات بتاعتها ولقيتها روعه. بتجيب الرنجه بتاعتها انتاج اليوم، فبصراحه خطيره. لو انتوا عايزين رقم تليفونها ابعته لكم، انا مش فاكره اسم الصفحه بصراحه. الاول كده تعالى اقول لك ازاي تخلي الرنجه لو انت بتحبي تاكليها زي ما هي كده، من غير شوي من غير اي حاجه خالص. في ناس بتحب تاكل الرنجه تحس بطعم التدخينه بتاعتها كده، فهقول لكم ازاي تخلوها. بنشيل الشوكه اللي هي في النص دي اللي بتبقى في سلسله الظهر من ناحيه الديل للراس. طبعا بنشيل الراس الاول زي ما انتوا شفتوا، وبعد كده بنقسمها نصين كده. بنيجي عند الديل ونفصل كده، بنمسك بقى اللحم بايد والجلده بالايد التانية ونشدها من ناحيه الديل للراس، هتلاقوها بتخرج بكل سهوله. وبعدين نقطعها كده ونحطها بقى في علبه ونحط عليها زيت او في طبق زي ما انتوا شفتوا كده. اما الطريقه التانية وهي طريقه صحيه جدا، هنحطها في كيس حراري وده مخصص للحراره، يعني مش كيس بلاستيك عادي. سواء هتحطي عليها ميه مغليه او هتحطيها في صينيه وتدخليها في الفرن لحد ما الجلد يفصل لوحده كده. الطريقه دي صحيه جدا جدا لو انت مش عايزاها تحطيها على النار مباشره. اما لو حطيتي الميه المغليه عليها على طول بتبقى طعمها زي المسلوق، ما فيهاش طعم التدخينه بتاعت الرنجه ولا الطعم بتاعها الاصلي. بعد كده بقى هنخليها من الشوك والجلد والاعشاء والكلام ده كله، وهنقطعها قطع صغيره كده. انا هقطع بقى الكام سمكه اللي انا عملتهم، الكام رنجايه اللي انا عملتهم، وهنحطهم في الطبق. ودول بقى اللي انا هعمل بيهم باقي الوصفات بتاعتنا. هنجيب بقى كوبايه من الطحينه وهنحط عليها ميه سخنه وهنقلبها كده على طول باستمرار لحد ما السمك بتاعها يبقى مظبوط، لا خفيفه ولا تقيله قوي. انا عايزاها تبقى يعني وسط كده. تمام. في الوقت ده بقى هنحط لها شويه ملح وشويه خل وشويه من الكمون. هنيجي بقى لاول وصفه، هنحط بصل مفروم او بصل اخضر متقطع وفلفل حامي لو انتوا بتحبوا السبايسي، وهنحط فلفل اخضر عادي او الوان. وهنحط الرنجه بتاعتنا، جزء من الرنجه وهنحط عليه جزء من الطحينه وهنقلبه بالشكل ده كده. بعد كده بقى هنضيف شويه من عصير الليمون وهنضيف رشه من الكمون ورشه من الشطه لو تحبوا. وكده كده احنا حاطين سبايسي يعني مش هنكتر قوي، بس كده. وبعد كده بقى قدموه بقى بالشكل اللي تحبوه. انا هحط بس كام ورقه خس كده على جنب، وهحط الرنجه بتاعتي وازينها باي حاجه، يعني ممكن حلقه ليمون كده. وكده خلصنا اول طريقه اللي احنا دايما متعودين عليها. نيجي بقى للطريقه التانية وهي سلطه الرنجه بالبطاطس والبنجر، فظيعه. هنحط معلقتين كبار او 3 معالق من المايونيز على حسب الكميه اللي هتعملوها، معلقه من المستردة، فصين توم مبشورين، وشويه شبت متقطعين ناعم جدا، يا ريت تاخدوا الاوراق اللي ورا. بعد كده بقى هنحط بصل اخضر متقطع، وهنحط كمون وليمون وشويه خل، والبطاطس بتاعتنا والبنجر المسلوقين ومتقطعين والرنجة، وهنقلب الكلام ده كله مع بعضه. مش عايزه اقول لكم دي بقى فظيعه، دي جميله جميله جمال مش طبيعي. اهم حاجه نظبط الملح بتاعها والليمون بتاعها، انا برضو نظبطه، يعني انا حسيت ان هي محتاجه ليمون فاديتها كمان عصره ليمون. بس كده بقى عندنا احلى سلطه رنجه بالبطاطس، فظيعه. جربوها حلوه قوي مش هتشبعوا اكل منها. بس كده ده كان تاني طبق معانا. نيجي بقى لتالت طبق معانا وهو رنجة يعني مطبوخة شوية. هنحط الطاسة تسخن على النار كويس قوي. بعد كده هنحط شوية من الزيت، وخلوا بالكم علشان الزيت ما يطرطش على النار وتطلع بقى النار اللي انتوا شايفينها دي، فخلوا بالكم. بعد ما نشوح الطماطم كويس قوي، نشوحها تشويحة كده، هننزل بالفلفل بتاعنا اللي هو الفلفل الأخضر، حامي وبارد زي ما انتوا عايزين، وهنشوحهم برضو كمان تشويحة مع بعض يتحمصوا كده مع بعض كويس. هننزل بالرنجة بتاعتنا وهنقلب تقليبة برضو يتشوحوا كلهم مع بعض كده. وبقت عندنا الوصفة دي جاهزة. هنظبط الملح بتاعها وهنحط رشة من الكمون وممكن كمان رشة من الفلفل الأسود، وبعد كده هنحطها في طبق وهنزينها بسلطة الطحينة. يعني بنضيف عليها شوية من سلطة الطحينة اللي احنا مجهزينها، سلطة الطحينة عادية خالص عليها ملح وخل وليمون وكمون وكل حاجة. بنحط شوية كده
وبتبقى عندنا جاهزة للأكل. دي طعمها خطير بجد، طعمها حلو قوي، جربوها. أنا واثقة إن هي تعجبكم قوي قوي قوي. يبقى احنا كده بقى عملنا ايه؟ عملنا سلطة البطاطس بالرنجة، عملنا السلطة الرنجة المطبوخة، عملنا المخلية، وعملنا اللي هي بالطحينة. بجد جربوا الوصفات دي، وانا واثقة ان هي هتعجبكم جدا جدا. وقولوا لي اكتر حاجة جربتوها وعجبتكم هي ايه، وايه اكتر وصفة انتوا يعني اول مرة تسمعوا عنها او ما جربتوهاش قبل كده وحابين تجربوها. جربوهم، وكل سنة وانتوا طيبين.